تبرأ العديد من نشطاء حراك الريف من دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو ساكنة الحسيمة والمناطق المجاورة للخروج للاحتجاج يوم الأحد الموافق ل30 يوليوز المصادف لعيد العرش. واعتبر نشطاء أن الدعوة للاحتجاج يوم عيد العرش 30 يوليوز من طرف جهات مجهولة تبرأت وتتبرأ منها الساكنة هي محاولة خطيرة وبئيسة لاقحام أهل الريف في صراعات بعيدة عما خرج من أجلها المواطنون والمواطنات من مطالب اقتصادية واجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين. وأضاف ذات النشطاء في تدوينات فيسبوكية لهم أن 30 يوليوز هو عيد وطني لكل المغاربة بدون استثناء من طنجة إلى الكويرة، محذرين من جهات تسعى لوأد الحراك وإفشال محاولة إطلاق سراح المعتقلين. وكان أحد النشطاء القاطنين بالديار البلجيكية وكان يرافق ناصر الزفزافي إبان الحراك قد دعا في بث مباشر على الفيسبوك إلى الخروج للاحتجاج يوم 30 يوليوز وهو الذي يصادف عيد العرش.